بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وتحت عنوان ورقات وتوقيعات، أقدم لكم بعض التوقيعات على البنكنوت المصري، وسوف أحاول تقديمها من الأحدث إلى الأقدم، ونبدأها بآخر التوقيعات المصرية للدكتور فاروق العقدة. هنبدأ بالفئة الصغيرة، أصغر فئة، ونتدرج بعد كده إلى الفئات الأعلى. آخر التوقيعات على البنكنوت المصري كانت للدكتور فاروق العقدة بربع جنيه. بدأ وقع على ربع جنيه الدكتور فاروق العقدة كما هو موضح أمام حضراتكم، ووقع في تقريبا رقم 223، صار 223 المشترك بينه وبين محمود أبو العيون. طبعا واضح علامته المائية. بعد كده في فئة 50 قرش كما هي موضحة أمام حضراتكم. الخيط المعدني رقم أعتقد خيط المدفون، والعلامة المائية الواضحة أمام حضراتكم. الجنيه مما هو جدير بالذكر طبعا إن الدكتور فاروق العقدة لما بدأ وقع بفورمة مختلفة عن الفورمة اللي وقع بيها بعد كده، ودون يعتبر تقريبا أول محافظ بنك مركزي يغير فورمة التوقيع بالطريقة اللي هنوضحها أمام حضراتكم. وطبعا أنا بعتبر إن التوقيع الأولاني أعتبر إن التوقيع الأولاني للدكتور فاروق العقدة توقيع له شأن عظيم جدا، حيث تقريبا هو وقع على الجنيه من رقم لام 428 29 30 31 32 المشترك، ووقع على فئة 20 جنيه، وقع على فئة 100 جنيه. كما سنوضح، بعتبر ان التوقيع بتاعه الاولاني بالفورمة دي توقيع واعد جدا، حيث اعتبره انه محافظ بنك مركزي لحاله، وزي ما قلت انه محصلش قبل كده ابدا انه وقع محافظ بنك مركزي مصري بفورمتين. يبقى دي توقيع فاروق العقدة بالفورمة الاولى على الجنيه. توقيع بالفورمة بقى العادية، اللي هي بقى الفورمة اللي هي المعروفة لآخر توقيعاته لام 563. وقع على ال5 جنيه بفورمة واحدة بس، اللي هي الفورمة اللي أمام حضراتكم دي. 10 جنيه برضو الزين واحد بس، اللي هو بالشكل اللي قدام حضراتكم دون، بس طبعا اتغير فيه العلامة المائية والخيط الهولوجرامي في الفئة دي. فئة 20 جنيه وقع فيها بالفورمة الأولى والفورمة التانية له تقريبا على الزرين أو 3 إصدارات، 121 و22 23 فيهم واحدة مشتركة ما بين فاروق العقدة وما بين محمود أبو العيون. هنتكلم عليها لما نيجي نتكلم عن المشتركات. التوقيع بتاع الفورمة العادية اتغير بقى طبعا الخيط الهولوجرامي
والخيط المدفون والعلامة المائية اتغيرت في الفئة دي برضه. 50 جنيه. وقع عليها فورمة واحدة اللي هي الفورمة العادية بتاعته دي. 100 جنيه وقع عليها بالفورمتين. 100 جنيه دي نون 30 دي مشتركة مع الدكتور محمود أبو العيون. دي الفورمة الأولانية زي ما قلنا. ودي الفورمة التانية اللي هي وقع عليها باقي الإصدارات، طبعا مع تغيير الخيط الهولوجرامي وتغيير العلامة المائية والخيط المدفون. طبعا له شرف انه وقع على اول اصدار لهذه الفئة، وهي 200 جنيه المصرية. هو طبعا اول واحد يوقع، محافظ بنك مركزي يوقع على هذه الفئة، وهذا هو اول اصدار لهذه الفئة المصرية. طبعا الكلمة نفسها بتاعت الإصدار الأول لهذه الفئة كلمة ضخمة جدا ولها برستيج عالي جدا. إن ما كانش هذا البرستيج موجود حاليا هيكون موجود بعد كده. يعني نقدر نقول إن الفئة دي هتبقى بعد كده كيه واحد أول إصدار لل200 جنيه هتبقى لها وضعية رائعة جدا. طبعا مما هو جدير بالذكر إن هو كان عامل الفئة دي اتعملت في الأول بحجم، ورجع اتغير الحجم دون تحديدا في يه 16 ويه 17. الحجم طبعا باين هون خالص، اللي تحت صغير واللي فوق كبير. برضو متهيألي ان التغيير في الحجم دون اول مرة يحصل في العملة المصرية البنكوت المصري في فئة واحدة. يعني فئة واحدة أول مرة يحصل فيها تغيير في الحجم. أرجو أن أكون وفقت في تقديم توقيع الدكتور فاروق العودة، قدرت أغطيه. أرجو أن أكون أضفت شيء إلى معلوماتكم. إلى محاضرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.